السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد خليفة. غدا اليوم الأحد على الساعة الثانية زوال بتوقيت المغرب سيجري فريق الوداد الرياضي البيضاوي فريق الأمة ضد فريقه سان طامس من جنوب أفريقيا مقابلة الإياب برسم نهائي كأس سوبر ليغ أفريقيا أول مرة في نسختها إن شاء الله. وكنتمناو هاد المقابله هادي يكون انتصار صالح فريق الوداد البيضاوي بعد ما كانت يعني مقابله الذهاب اللي كانت قامت بمركب محمد الخميس. كان فريق الوداد البيضاوي كان منتصر بها جوج اصابات لواحده، وكنتمناو في هذه المقابله الايام ان شاء الله يفوز على الاقل واحد الاصابه ان شاء الله، واللي تخلينا ان شاء الله تخلي فريق الوداد الرياضي البيضاوي يحرز على هذه الكاس اللي هي اول مره في نسختها ان شاء الله، كأس هذه السوبر ليغ الافريقيه ان شاء الله. وكنتمناو يعني تكون الفرحه عامه لجميع جماهير ديال المغرب ان شاء الله، وجمهور الوداد وجمهور يعني جماهير اللي هي مغربيه ان شاء الله كتبغي فريق الوداد هذا الفريق هذا. وكنتمنوا هذا الكأس ان شاء الله يكون في الخزان مع الالقاب اللي كنتفز بها فريق الوداد الرياضي البيضاوي ان شاء الله. وكنتمنوا ان شاء الله فريق الوداد الرياضي البيضاوي يعني يكون حاضر في هذا الشوط الاول على الاقل، يقوم يعني احسن الدفاع ديالو ما يحملش يعمل يعني شي هجومات وشي حاجه، يكتفي بواحد جوج لاعبين يكونوا قدام الهجومات المضاده ويرتاح مع راسه شويه عليه حتى يخلي اللياقه ديال البدنيه ديالو بخير على خير حتى الشوط الثاني يمكن له يغامر شويه وتبقى غادي المقابله ان شاء الله حتى النهايه ونفوزوا بهذا الكاس ان شاء الله اللي هو الكاس ان شاء الله يكون اول كاس هذا ان شاء الله بالنسبه لفريق الوداد الرياضي البيضاوي في النسخه الاولى هذه. كنتمنوا ان شاء الله يفوز به ونهدوا الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس الله يشافيه ويتعافيه وتحفظوا لنا ان شاء الله وتخلي تحفظوا فؤاد عادل ابي مولاي حسن اخيه الشقيق مولاي الرشيد وعلى جميع عائلته واسرته وشعبه انك ولي ذلك والقادر عليه. وكنتمنى ان شاء الله تفوز الفريق الوداد الرياضي البيضاوي ان شاء الله ولما لا، ودائما الوداد ودائما الوداد ودائما الوداد والنصر الوداد ان شاء الله. والله يسمعنا اخبار خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.